تونس تكسب فرنسا 1-0، استراليا تكسب الدنمارك 1-0، وبولندا تخسر من الارجنتين 2-0، والسعوديه تخسر من المكسيك 2-1. نبدا بتونس. تونس تقريبا المدرب ولاعيبه تونس عملت اللي هي عايزاه، النتيجه ما كانتش زي ما هي عايزه، عملت اللي هي عايزاه ان هي فازت 1-0، بس النتيجه الناحيه الثانيه استراليا ما كانش ينفع تفوز على الدنمارك، كان لازم على الاقل تعادل او الدنمارك تفوز، بس كان على الاقل تعادل. للاسف استراليا يعني شغاله الماتشات دي او شغاله في المجموعات من هي بتنتش وتجري، بتفوز واحد وبعد كده بتبقى مركوبه 90 دقيقه بس في الاخر بتجيب. استراليا الصراحه اتاهلت على استحقاق وجداره، عارفه هي عايزه تعمل ايه، بتجيب جون وتفضل راكنه عليه الصف، تفضل تركن الاتوبيس، ومش مهم بقى يشاط عليه مش شاطش عليه، المهم ان هم كانوا ياخدوا ال3 بونت. انا كنت متوقع قبل كاس العالم ان الدنمارك اللي تصعد مع فرنسا، بس الصراحه ما تخيلتش مستوى الدنمارك الهزيل والضعيف ده للدرجه دي، مستوى هزيل جدا ضعيف جدا، اللعيبه ما بتلعبش، مفيش روح، مفيش امل، ما عندهمش اي حاجه يفرحوا، ما عندهمش اي حاجه ان هم يلعبوا عليها. ما كنتش الصراحه متخيل المستوى الهزيل ده للدنمارك. المهم ان للاسف تونس كسبت، بس المكسب ما كانش ليه لازمه. من الناحيه الثانيه ان استراليا كان لازم تتعادل زي ما قلت، بس استراليا للاسف فازت على الدنمارك، وتونس عملت ماتش وجيم عظيم قدام فرنسا وفازت عليه. التاريخ كمان كام سنه هيفتكر ان فرنسا خسرت من تونس او تونس كسبت على فرنسا، مش هيفتكر بقى ان هم كان معاه احتياطي، كان معاه ديمبابي، كان معاه 5 6 7 لعيبه اساسيين، مش هيفتكر ده كله، هيفتكر ان هو فاز على فرنسا الرابع عالميا وبطل كاس عالم اللي فات. هارد لك لمنتخب تونس وهارد لك للاعيبه تونس والمدرب تونس وللشعب التونسي، فاز فوز يعني تاريخي وفوز فعلا لا ليه لازمه. الناس بتقول لك مش لازمه، لا ليه لازمه ان انا فزت على فرنسا، ودي اول مره حد يعملها تقريبا، فان انا فزت على فرنسا بس مش مهم، المهم ان انا ما صعدتش واستراليا وفرنسا هم اللي صعدوا اول وتاني، فرنسا اول فرنسا وتاني استراليا. بعديها ماتشين السعوديه والمكسيك وبولندا والارجنتين. الارجنتين كانوا نازلين والناس كلها عارفه نازله ان هي هتفوز، ميسي اخد ضربه جزاء ما اخدش ضربه جزاء، كانت هتفوز كده كده. الناحيه الثانيه المكسيك اللي كان عندها امل ونازله ضغطه، نازله لعبه الماتش كله 90 دقيقه على السعوديه. السعوديه ما راحتش غير بالجول اللي جابته وفرصه في الدقيقه 50 تقريبا في الشوط الاول. السعوديه ما لعبتش كوره، حتى هيرفي رونالدو طلع بعد الماتش قال لك احنا لم نلعب كره قدم اليوم، هي دي الكوره، قال لك احنا ما لعبناش كره قدم اليوم، هي دي الكوره. فعلا السعوديه ما لعبتش كوره خالص في اهم ماتش ليها، يمكن كان يكفيها، كانت عايزه تفوز، نزلت مخضوضه، لعيبه السعوديه نازله مخضوضه، ما كانوش بيعملوا حتى الهاي بريس اللي كان معروف عن السعوديه. اما هيرفي رونالدو حب يجرب طيب خط التسلل اللي كان عامله مع ماتش الارجنتين. منتخب المكسيك ومدرب المكسيك فعلا تابع المباراه دي كويس، وحافظ لعيبه السعوديه ان هي تعمل حاجه زي كده، هتلعب على خط التسلل، وفعلا عرف ان هو يوقعهم في كذا فرصه في الشوط الاول. كانت لعيبه المكسيك ضربت خط التسلل بتاع لعيبه السعوديه وكانت هتروح بانفرادات لولا الحارس. فلا المنتخب المكسيكي كان حافظ والمدرب كان مفهم لعيبته كويس هم عايزين يعملوا ايه. في الاخر المكسيك فازت. المكسيك كان واقفه على الجون بس ان هي تجيبه يبقى 3-0 وكانت تتاهل مع الارجنتين، بس ده ما حصلش. سالم قال لهم لا مش هينفع، مش انا كده كده طالع، فانا هرخم عليكم بدل ما انا كده كده طالع، وراح جاب لهم جون عشان ينهي الامل خالص، بدل ما كانوا هم اللي هيجيبوا لا دخل فيهم. السعوديه لما لعبت اسوأ ماتش ليهم في البطوله تقريبا، على الاقل ماتش بولندا خسروا فيه بس لعبوا ماتش احسن من كده بكتير، كان اخطاء فرديه السبب، بس دلوقتي ولا روح ولا اداء ولا نتيجه ولا امل ولا اي حاجه، ولا لعيبه واقفه على رجليها. حرفيا اسوأ ماتش للسعوديه انا شفته في المجموعات وفي البطوله دي عموما. والناحيه الثانيه الارجنتين فازت على فوز متوقع على بولندا، طبيعي ان هي كانت كده هتفوز. تشيزني شال بس كده كان طبيعي ان هي كانت هتفوز، كان ناقص بس ان السعوديه تفوز، بس للاسف السعوديه ما فازتش. السعوديه تخسر امام المكسيك 2-1 وبولندا تخسر قدام الارجنتين 2-0 عشان الارجنتين تتاهل اول وبولندا تتاهل تاني زي ما انا قلت قبل كاس العالم في المجموعات، عشان بولندا تصطدم بفرنسا والارجنتين تصطدم باستراليا. شوف دور 16 مولع لحد دلوقتي خالص. بس بكون خلص الفيديو بتاع النهارده، ما تنساش لو اشتراك انزل الاشتراك وفعل زر الجرس عشان توصلك كل جديد.